الكيكة المفضلة عند الكل، حضرتها بطريقة سهلة وسريعة وبمكونات متوفرة بكل بيت، والنتيجة كيكة هشة وطرية بطبقة غنية من الشوكولاتة وشكل ولا أروع. وقبل ما نبلش لا تنسوا تدعموني بلايك للفيديو ومتابعة للصفحة لحتى يوصلكم كل جديد. وأول شي رح نبلش بالمكونات الجافة. بصحن كبير بدنا كوب ونص طحين، معلقة كبيرة باكنج باودر، 3 معالق كبار كاكاو خام، وكلهم بندخلهم لحتى نتخلص من التكتلات. بنحركهم لحتى يتجانسوا سوا وبنتركهم على جنب. وبنحضر الخليط السائل. بنحتاج ل3 بيضات بحرارة الغرفة، وعليهم كوب سكر ومعلقة صغيرة فانيلا. بنضربهم بالمضرب الكهربائي لتتشكل عنا رغوة كثيفة ويصير لون الخليط على بياض. وهلأ بنضيف نص كوب زيت نباتي وكوب حليب، بنرجع نضربهم ثواني لحتى يتجانسوا سوا. وهلأ بنضيف المكونات الجافة بالتدريج على الخليط السائل، وبنقلب من تحت لفوق لحتى يختفي الطحين. وآخر شي بنحرك كل الخليط بالوسك لحتى نتأكد إنه كل الطحين اختفى. بنترك خليط الكيك على جنب وبنحضر صينية الفرن. في بايركس بنرش شوية زيت وبندهن كل البايركس حتى الأطراف. بعدين بنرش معلقتين كاكاو لحتى نغطي كل البايركس وبنسكب الخليط. بنضربه مرتين على الطاولة حتى نطلع فقاعات الهواء على الوجه. وبندخله على فرن محمى من قبل على 180 درجة من 30 ل 35 دقيقة، وبنختبره بعود خشب وهو بالفرن بعد 30 دقيقة. وهيك بس جهز. تقدروا تقدموه وتاكلوه مثل ما هو، طعمه بيشهي. أو بنتركه على جنب وبنحضر الصوص اللي رح نشبع فيه الكيك، وهذا الصوص اختياري للي بده طعم غني أكتر. بكزرولة بنضيف باكيت قشطة، كوب كريمة سائلة، 100 جرام شوكولاتة مذابة، نص علبة حليب مكثف، معلقة كبيرة زبدة. بنرفعهم على النار دقيقتين لغاية ما تذوب الزبدة، ما بنخليهم يوصلوا لمرحلة الغليان. بنجيب الكيكة وبنعمل فيها فتحات بعود خشب لحتى صوص الشوكولاتة يدخل جواتها أسرع. بنسكب الصوص وبنوزعه على الكيكة، وبنغطي الوجه بشوكولاتة دهن أو أي شي بتفضلوه. أنا دوبت شوية شوكولاتة كريمية مع زيت نباتي وغطيت فيهم الوجه مع خطوط شوكولاتة بيضة، وعلى الأطراف شوكولاتة حبيبات. والنتيجة كيكة هشة وطرية وبتدوب بالتم ومزينة بخطوط بيضة لتعطي شكل ولا أروع. هاي الكيكة مثالية لضيافة مفاجئة أو قعدة قهوة حلوة مع العائلة. جربوا هالكيكة وعيشوا طعم الشوكولاتة بأطيب وأرقى طريقة. ولا تنسوا تدعموني بلايك للفيديو إذا عجبتكم الوصفة ومتابعة للصفحة. وصحتين وهنا.